يا مساء الفل عليكم، وحشتوني كتير كتير. هبدأ معاكم على طول عشان اول حتة من الفيديو ما خدتش بالي ان انا ما صورتهاش. هنا معانا نص كيلو شاورما لحمة، حاطين عليها معلقة بصل بودر، معلقة توم بودر، معلقة 7 بهارات، معلقة فلفل اسود، معلقة ملح، معلقتين زبادي، معلقتين زيت زيتون، معلقتين خل، وقلبناهم كويس جدا في بعض وحطيناها في التلاجة. وبعد كده معانا بصلاية وطماطمايه زي ما انتوا شفتوا كده، وشوية بقدونس. معاكي بقى الطاسة او الصينية بتاعتك ايا كانت بتعملي فيه، تحطيها على نار وسط. اول ما الطاسة بس تسخن تنزلي بقى بالشاورما بتاعتك كده، وتبتدي تفردي فيها يمين وشمال زي ما انت شايفة. ما تقلبيش عشان بس هي كلها تاخد لون واحد، وبعد كده اما يغير لونها زي ما انت شايفة تبتدي بقى تقلبي كده. تمام. تتبيلتها سهلة قوي، واكيد متوفرة في كل بيت، وطريقتها حلوة وسهلة وسريعة جدا. هنا بقى الشاورما بعد ما غير لونها تماما زي ما انت شايفه كده، حطينا البصل. طبعا احنا ما حطيناش اي توابل ولا اي حاجه، لان كل التوابل احنا حطينا عليها من قبليها. تمام. هتقلبي تقلبتين كده اول ما البصل يدبل معاها، ما يبقاش باين كده. هنحط الطماطم بس مش دلوقتي. بعد كده هتحطي كوبايه ميه على بقى ما الشاورما تستوي معانا كده شويه مع البصل. معاهم معلقتين نشا، معاهم 5 فصوص توم. ده صوص تومية نعمله. طبعا احنا هنعمل شاورما لحمة يا جماعة، لازم يعني شاورما سوري لازم التومية دي اساسي، او طحينة. هنحطها بقى على نار وسط ونبتدي نقلب فيها زي ما انت شايفة كده. هتبتدي تتقل معاكي واحدة واحدة، ولونها يفتح معاكي لحد ما يوصل للون الشفاف اللي انت شايفاه ده. تمام. هترفعيها بقى من على النار. احنا بنحط هنا التوم عشان خاطر اللذعة بتاعته بس تهدى شوية. هتفضيها في الكبة بتاعتك، وبعد ما تفضيها كده هتحطي بقى معلقتين مايونيز او 3. هتحطي كوباية زبادي صغيرة سادة، بس الزبادي هنا معايا سايح لان الجو كان حر في المطبخ. ونص معلقة ملح، نص معلقة فلفل اسود، وهتحطي معلقة او معلقة ونص زيت زيتون. ودي ابسط طريقة للتومية اللي ممكن تعمليها بيها، طعمها حلو قوي، هتعجبك قوي. وبصي مكوناتها بسيطة جدا، وان شاء الله تبقى متواجدة عندك في البيت. بس تضربيها بقى في الكبة كده ضربة محترمة. وبعد كده بقى هتلاقي سمكها. انا ولادي منهارين بيقطعوا بعض هتلاقي سمكها زي ما انت شايفة كده وسط، ما تقليهاش عن كده، لان التومية كل ما بتقعد كل ما بتتقل معاكي. خلي بالك من الموضوع ده، يعني ما تقوليش دي خفيفة هتقلها، لا استني عليها هتلاقيها هي بتمسك نفسها على طول. جهزنا هنا صوص التومية، نركنه بقى على جنب ونرجع تاني للشاورما. زمان كده البصل دبل فيها، يعني خلاص زي ما انت شايفة كده اهو شربت ميتها كلها، مفيهاش مية خالص. هتنزلي بقى بالطماطم. تمام. عايزة بقى براحتك تزودي انت فلفل الوان زودي، فلفل اخضر، فلفل حامي، حسب المتوفر عندك وحسب الموجود. مفيش، دي ابسط طريقة يعني. بس هتطوطيها بقى شوية لحد زي ما انت شايفة كده الطماطم اهي دبلت معانا، وخلاص الشاورما استوت، ما بتاخدش وقت خالص على النار. وبعد كده هتحطي بقى نص حزمة بقدونس او حزمة بقدونس صغيرة، وتقلبي تقلبتين بس، وتطفي عليها بقى. هي بعد الخضرة البقدونس يعني المفروض ما تطوليش عليها، عشان خاطر يعني الخضرة ما تبقاش دبلانة كده وشكلها مش حلو. بعد كده بقى انا هنا جايبه عيش سوري، معايا بقى التوميه بتاعتي، معايا بقى الصوصات دي. حسب الموجود عندك بقى. عندك صوصات تانية مختلفة، ما عندكيش عندك خيار مخلل قطعيه وحطيه فيها بيبقى حلو قوي برضو. العيش السوري ده انا بشتريه من الراجل صراحة، بس بيبقى حلو قوي يعني. بتجيبيه بقى بتنيه نصين، بس الناحية الفاتحة اللي بتبقى بره، واللي هي المتحمرة دي بتبقى لجوه عشان ما يتحرقش منك بسرعة. بصي بقى هنا التومية مسكت نفسها ازاي، زي ما بوريكي كده بتتقل كل ما بتقعد بتتقل. هتحطي بقى معلقة تومية كده في الساندوتش بتاعك. وبعدين بقى تحطي عليها اي صوص انتي عايزاه بقى براحتك. مش عايزة تحطي شاورما على طول براحتك، يعني حسب المتوفر عندك. هي والله شوية الشاورما دول مش محتاجة اي حاجة تاني. انت بقى عندك عيش كايزر عايزة تعمليه فيها ماشي فينو، عايزة تعملي جنبها مكرونة ماشي، عايزة تعملي جنبها رز بسمتي وتحمري كده رغيف عيش جنبها، حولتيها لفتة شاورما سوري جامدة جدا. بصي يعني انت بتجيبي الساندوتش او الوجبة يعني بتمن خرافي. انت الاكلة دي كلها يعني ما تجيبش 8 سندوتشين اللي بنشتريهم من بره.
وانت عاملاها في البيت ونظيفة، وبصي متاخدش وقت والله حقيقي يعني. هو كله على بعضه اصلا من الاكلات السهلة والسريعة، يعني تنفعك غدا وتنفعك عشاء. انتي خارجة في اللانش بوكس لو عايزة تديهم لو عندهم يوم طويل، بتنفع في كل الاوقات. هو للاسف بس في اول الفيديو انا ما لحقتش. انا يعني لما جبت الشاورما وكده وتبلتها، فانا ما خدتش بالي ان انا ما صورتش للاسف. خدت بالي لما ابتديت اشتغل فيها. فهي تتبيلتها سهله، معلش انا اسفه هعيدها لكم تاني. معلقه توم باودر، معلقه بصل باودر، معلقه 7 بهارات، معلقه ملح، نص معلقه فلفل اسود، معلقتين خل، معلقتين زبادي او كوبايه زبادي او لبن رايب، اي حاجه متوفره عندك. تمام. ومعلقه زيت زيتون او زيت عادي مفيش مشكله. تسيبيها في التلاجة مش اقل من ساعتين، وكل ما تسيبيها اكتر احسن. بس لو مستعجله عليها عادي ممكن تشتغلي فيها على طول، بس طعمها طبعا ما بيبقاش زي وانتي سايباها في التتبيله شويه. بس هي مفيش مشكله لو انتي مستعجله حابه تشتغلي فيها. بس بنقفل بقى الساندوتش كده بالطريقه اللي تريحك. تجيبي بقى الطاسه بتاعتك تدهنيها كده رشه زيت بسيطه او زبده المتوفر عندك، وتبتدي بقى ترصي الساندوتشات كده، بس الناحيه اللي هي المفتوحه دي تخليها من تحت عشان تقفل بس الاول. بس ترصيهم بقى كده جنب بعض زي ما انتي هتشوفي ان شاء الله. مش هياخد منك ثانيه. اول ما يبتدي لونه هيحمر معاكي، انت بس خلي النار وسط، ما تعليش النار قوي عشان ما يتحرقش منك بسرعه، لانه بياخد لون بسرعه جدا. يعني ما تقوليش عشان ياخد لون بسرعه مستعجله، لا، خليها نار وسط. قلبناه الناحيه التانية، هنا اخد لون ذهبي فاتح حسب برضو درجه اللي انت تحبيه. انا عامله كده شويه كده شويه. بعد كده بتقلبيه بقى على كل جنب. هنا بعد وش وظهر الجناب بقى بتقلبيه كده بالراحه عشان ما يفكش منك، او عشان ما تخرميش الساندوتش والصوصات اللي فيه تنزل في الطاسه اللي تتحرق، يعني فاهماني. ده بقى الشكل النهائي. بصي حقيقي والله العظيم مش عشان انا اللي عاملاها، بس فعلا حلوة حلوة جدا جدا، وتتبيلتها سهلة. مش متعبة، وتنفعك في كل الاوقات. بجد لذيذة وهتعجبك قوي، جربيها مش هتندمي. انت شايفة الساندوتش عامل ازاي وجوسي قوي من جوه، بس هو سخن انا مش عارفة امسكه. يا رب الفيديو يكون عجبكم وما كنش ضيفة تقيلة على قلبكم. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. معلش انا اسفة بس ولادي بيتخانقوا، عايزة اجري الحقهم قبل ما يقطعوا بعض. اشوفكم